انا بنت وعندي 20 سنه، ومن بعد ما امي ما ماتت ابويا ما طولش كتير ومات بعدها باقل من سنه، وما بقاش ليا حد غير اخويا وده اكبر مني ب9 سنين. اتجوز بعد ما ابويا مات وجاب مراته تقعد في شقته وخلف منها طفلين، وحاليا انا عايشه معاه لان ما عنديش حد تاني اروح له، وكنت باخد معاش من بعد ما ابويا مات، كان مبلغ بسيط بس كنت بمشي اموري بيه، وحتى مصاريفي كنت باخد بالي منها. يعني مثلا مش باكل مع اخويا ومراته اكتر من وجبه واحده، وباقي اليوم بتصرف انا مع نفسي وباكل اي حاجه. ومصاريف النت اللي انا بدفعها عشان محاضراتي كلها اونلاين، مع ان مراته وعياله هم اللي بيخلصوه على قصص اليوتيوب اللي خربه بيتي. وبصراحه اخويا في الاول كان مرحب بيا وبيقول لي ده انا سندك وظهرك وملكيش حد غير، وانا كنت بحمد ربنا ان هو بيفكر كده. بس بعد فتره بقيت احس ان مراته كارهه وجودي ومش عايزاني اقعد معاه، لحد ما اخويا جه في يوم وقال لي ان الحمل عليهم بقى تقيل، واني يستحسن لو لقيت شغل حتى لو كان مرتب صغير. قلت له حاضر، مع ان دي شقه ابويا اصلا وان ليا فيها التل. وسبحان الله بعدها بيومين لقيت صاحبتي بتكلمني وعايزاني اشتغل معاها في محل كبير قوي بتاع ملابس حريم، فنزلت وبقيت اروح بعد ما اخلص الجامعه، وقلت هيبقى معايا فلوس وبرضه اسيب اخويا يرتاح مني شويه. وشهر والتاني مدير الفرع كان معجب بيا وخلاني انا الكل في الكل، حتى صاحبتي كانت بتغير مني عشان عديتها هي وكل اللي كانوا شغالين. بعدها بكام شهر لقيت مديري جاي فاتحني في موضوع خطوبه وجواز، وجي خطبني من اخويا، ودلوقتي احنا بنجهز عشان فرحنا. وقلت لاخويا انا مش بس هسيب لك الشقه تشبع بيها، انا هسيب لك الدنيا كلها يا اخويا وهريحك مني. دلوقتي اخويا بقى مقاطعني وما بيكلمنيش خالص ومش عاوز حتى يساعدني في الجهاز، فيا ريت تنصحوني اعمل ايه بعد كل اللي حصل ده.